تشكيل منتخب مصر متوقع لمباراة الغد. طبعا هيكون هو نفس التشكيل المباراة الماضية الا باستثناء تغيير او تغييرتين. هيكون في حراسة المرمى محمد الشناوي، رباعي خط الظهر من اليمين الى الشمال محمد هاني، احمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد حمدي. في نص الملعب هيكون طارق حامد، وطبعا هيكون جنبه اتمنى اللي يكون مش محمود حماده، يكون لا اما حمدي فتحي، لا اما امام عاشور، لا اما مروان عطيه. في خط الهجوم طبعا تقريبا كان بيلعب بطريقه 4-2-3-1، وكان مخلي محمد صلاح صانع لعب. فانا شايف حل من الحلين، لا اما يخلي نفس الطريقه زي ما هي طريقه 4-2-3-1، او يخليها 4-3-3. ممكن اللي هو يلاعب مثلا طارق حامد وحمدي فتحي وامام عاشور في نص الملعب، ويخلي خط الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد، او يخلي الطريقه زي ما هي بس يخلي احمد سيد زيزو هو اللي صانع لعب. وطبعا هيكون احمد سيد زيزو في المركز ده ما هيقدمش اداء كويس، لان احمد سيد زيزو طبعا عارفين اللي هو بيلعب في مركز الجناح الايمن.